اهلا يا صديقي. بدات تحدي ال 30 يوم بحماس، قعدت اول يومين تذاكر وتطبق وحاسس انك هتكسر الدنيا، وفجاه على اليوم السابع الشغف راح، حسيت بملل وظهر قدامك فيديو عن مجال تاني شكله اسهل يدخل فلوس اسرع. وطبعا يا صديقي انت ما بتسمعش الكلام، فرحت سايب اللي في ايدك ورايح تبدا من الصفر هناك. خليني اقول لك، انت فعليا عمال بتتنطط. في الفيديو ده هقول لك ليه انت دايما بتعطل في النص وازاي تكسر العاده دي. السلسلة ديّة معمولة لمين؟ لو أنت لسه داخل الكلية ومش فاهم أي حاجة ومش عارف تبدأ منين ولا مين الصح ومين الغلط، إحنا هنمشي مع بعض خطوة، خطوة، لحد ما يبقى معاك مهارة حقيقية وتقدر توصل كمان لأول عميل ليك. ومش بس كده، هنبدأ بعدها نتكلم عن المشاكل اللي ممكن تقابلك في الشغل وإزاي توفّق ما بين شغلك مع الكلية. من الآخر كده هنمشي سوا في خريطة كاملة ليك من أول ما تدخل الكلية لحد ما ربنا يكرمك وتشتغل وتجيب فلوس. أنا أحمد أيمن، بقى لي 6 سنين في مجال السوفت وير واشتغلت مع شركات كتير جوّه وبرّه مصر. فلو ناوي تبدأ بجد تابع السلسلة من أولها علشان ما تضيّعش وقتك زي ناس كتير قبلك. في الفيديو اللي فات اتفقنا انك تختار مجال واحد بس وتديله 30 يوم تجربة، لكن اللي بيحصل معاك انك اول ما بتبدأ بتحس بصعوبة، بتبدأ تهرب، لان البدايات دايما بتكون ممتعة، بتخليك حاسس انك فعلا بتعمل حاجة جديدة لمستقبلك. بس اول ما تدخل في الجد والموضوع يطلب مجهود حقيقي، مخك بيستثقل التعب فبيقنعك ان المجال ده مش بتاعك وان شغفك في حتة تانية خالص. النتيجة بقيت بالظبط زي القرد عمال تتنطط من شجرة لشجرة ومن مجال لمجال لمجرد الاستمتاع بمتعة البدايات. بص يا صديقي، علشان تنجح لازم تعدي بحاجز الألم. أي مهارة بتتعلمها لها حاجز ألم في النص، وهي دي اللحظة اللي بتحس فيها إنك مش فاهم وإنك بطيء وإنك عايز ترمي اللابتوب وتقوم. اللحظة دي بالذات هي الفلتر اللي بيفصل بين اللي بينجح واللي بيفضل طول عمره مبتدئ. الألم ده مش معناته إنك فاشل خالص، الألم معناته إنك بتكبر وعضلاتك بتتبني أكتر. علشان كده كشخص بيبني نفسه بجد لازم تفهم الأربع حاجات دول. أول حاجة، توقع جدا إنك هتزهق واركن مشاعرك على جنب. الناس اللي بتنجح مش هي اللي متحمسة طول الوقت، اللي بينجح هو الشخص المنظم. وكمان لو أنت حسيت بملل في نص ال 30 يوم، ده مش إشارة إنك ماشي غلط خالص، ده طبيعي جدا. التزم بالخطة اللي حطيتها لنفسك حتى لو شغفك صفر، لأن الاستمرارية بتيجي من الالتزام والروتين مش من الحماس نهائي. تاني حاجة، احذر وهم المجال الأسهل. أي مجال جديد هتشوفه من بره هيبان إن هو سهل جدا ومربح جدا، لأن الشاشات بتوريك النتيجة النهائية بس مش بتوريك التعب اللي وراها كله. فعليا يا صاحبي والله مفيش مجال مفهوش تعب، فأنت اهدى كمل في اللي بدأت فيه للآخر. تالت حاجة، ما تكسرش تحدي ال 30 يوم. لو حسيت إنك خلاص مش قادر إنك تكمل ما توقفش، حاول تغير الطريقة اللي بتتعلم بيها. خلي طريقة تعليمك بلعبة أو حاجة ممتعة، مثلا قسم الرحلة لمستويات لعبة، حطها قدامك وكل لما تخلص مهارة معينة علم عليها. ده يعني بيساعد أكتر إنك تشوف التطور اللي بتعمله. رابع حاجة، حط قدامك هدف واضح توصل له في نهاية 30 يوم. طبعا صعبهاش على نفسك الأول، اختار هدف واقعي وتكون قادر فعلا إنك تحققه. ايه الخلاصه بقى يا معلم؟ النجاح مش انك تلاقي مجال ما بيزهق، النجاح انك تعدي حاجز القلم في المجال اللي اخترته. وطبعا بطل تنطيط وركز وتعلم مهاره مهم انك لما تبدا في حاجه تقدر تنهيها. احنا هنا بنتكلم عن ازاي نساعد الطلاب في الجامعه يستغلوها باكبر قدر ممكن. فلو المحتوى عجبك ما تنساش تتابعنا كالعاده يا صديقي، ما تنساش تصلي على النبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.